الأهلي يفوز على منتخب الشباب وديا. فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منتخب الشباب وديا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد. سجل هدف المباراة الوحيد جراديشار في الشوط الأول. كما علق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة أن المباراة الودية التي خاضها أمام الفريق الأول للنادي الأهلي كانت مفيدة جدا رغم الخسارة بهدف نظيف. وأضاف نبيه: التجربة في مجملها أضافت لنا الكثير، خاصة أنها أمام فريق مدجج بالنجوم مثل الأهلي، وأكدت أننا نمتلك جيلا واعدا من اللاعبين الشباب. كما انتهت المباراة الثانية للأهلي أمام بتروجيت بالتعادل 2-2 في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري. كما أقيمت مباراة الأهلي وبتروجيت على أرضية ملعب استاد السلام، وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق ياسين مرعي برأسية من داخل منطقة الجزاء عقب استقباله العرضية مرسلة من ركنية من الجانب الأيسر أرسلها أحمد سيد زيزو. وأحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية متقنة من كريم فؤاد. كما علق إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حصوله على 4 جوائز في حفل ديرجست للأفضل في مصر 2025. كما قال إمام عاشور عبر حسابه على موقع انستجرام: الحمد لله، سعيد وفخور بحصولي على جائزة ديرجست لأفضل لاعب في مصر للسنة الثانية على التوالي، وكمان جائزة هداف الدوري المصري. وأضاف: الجوائز الفردية عمرها ما كانت بتيجي من فراغ، ووراها دايما تعب ومساندة ناس كتير. بشكر جمهور الأهلي العظيم اللي بيدعمني في كل لحظة ودايما في ظهري وسندي في الحلوة والمرة. وبوجه كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري والطبي ولكل زملاء اللاعبين، أنتم شركاء في كل نجاح ومن غيركم ما كنتش وصلت للحظة دي. الجوائز دي وسام على صدري، لكنها كمان مسؤولية جديدة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل دايما باسم الأهلي ومن أجل الأهلي. شكرا من قلبي. حساب الكاف يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة. 3 بطولات كأس أفريقيا، 6 بطولات دوري أبطال أفريقيا. بعض الأسماء تتحدث عن نفسها. أطيب التمنيات بعيد ميلاد رائع لأسطورة مصر والنادي الأهلي وائل جمعة.